معاكم سيد محمد صبري في اخر اخبار نادي الزمالك في ال 24 في ال 24 ساعه الاخيره. لو انت جديد معانا في القناه حط اشتراك، لا حط لايك عشان الفيديو انتشر ويجيلك كل جديد، ودوس على جرس التنبيه عشان يجيلك كل جديد. ونبدا باول خبر معانا. الزمالك يقترب ببدء فتره الاعداد للموسم الجديد يوم 20 يوليو الجاري بعد استقرار إدارة الكورة على هذا الموعد لبدء معسكر الفريق بعاصمة الإدارية الجديدة. لازم يا جدعان كان المفروض أصلا يبدأ المعسكر من يوم 7/7. يعني شوف من كام يوم، من يوم 7/7. يعني شوف كتير أوي. بص وغيروا خلاها مثلا 10/7 ولا حاجة، يعني كمان 15/7، لأ خلاها 20/7. ليه؟ عشان المدرب والمستحب بتاع اللعيبة. واخدك ان شاء الله قدام. انت كمل معايا الفيديو الاخر عشان ان شاء الله هجيلك المدرب كده في احصائيات المدرب اللي هو الجديد، وهقول لك مرشح بقوه كمان. اقول لك احسن لما المدرب يعمل الجو وتعالى عنه امتى يعني. نضاي، بص الخبر ده بقى. نضاي بدأ ترحيب فكرة التسوية، لكن اشترط الحصول على ضمانات واضحة تضمن نوعية سداد المستحقات المتفق عليه. ما حلوة دي. خلي بالك في كلام برضو طالع من داخل إدارة الكورة نادي الزمالك، إن أول لما المبلغ يجي هياخدوا مثلا جزء كبير منه جدا، قول نصه مثلا ولا حاجة، تعال حاجة ياخدوا منه نصه. هياخدوا نصه وبعدها يدوه إيه؟ لمين؟ لإبراهيم ضايع، عشان إبراهيم ضايع لو خلص أنت مسوي مع كله، الناس بس فيها تاني. أنت مسوي مع كله. يعني قول مثلا نص المبلغ هيجي أهو، يعني 750,000 يورو هتديها لإبراهيم ضايع. ليه؟ عشان الإدارة الفاشلة اللي معانا. ما إدارة فاشلة أقسم بالله يعني. أعوذ بالله منها يعني. نبدا اخبار معانا وما تقلقش، ده اضاءه بس ضافت منا. بص الفيديو دلوقتي، بص. يلا نبدا الفيديو. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر اللي بعد كده، انهى المجلس اداره ازمه المستحقات الماليه المتاخره سيف الدين الجزيري، واكد المحامي على ذلك، وتم التراجع على كافه الاجراءات القانونيه. وكان بيقول لك ان سيف الدين الجزيري عايز عقده كامل وعايز يمشي ببلاش. نادي الزمالك قال له بص، قال له يا سيدي، قال له تتنازل على الفلوس بتاع الموسم الجاي اللي هو الموسم دوت، يعني يتنازل عليها كلها، وخد الاستغناء ببلاش. وروح يا عم الساحل التونسي او الافريقي التونسي، حاجه زي كده. طب لو عايز يمشي ببلاش وعايز ياخد كمان عقده، اقول له هات لي عرض يا باشا، وعايز يمشي ببلاش. قال له كده هات لي عرض يا باشا، انا همشيك واديك كمان فلوس مستحقاتك، وممكن اسويها معاك ولا ما تمشي. الخبر اللي بعد كده، الزمالك يستعجل فلوس صفقة حسام النجيل لحل قضيتين. نادي الكسندرا نادي الكسندريا الاوكراني، معلش خطأ لغوي. ونداي يحصل على رخصة العفقية. ده قلنا لك في الخبر اللي هو بتاع نداي اللي هو 1,500,000 يورو. وان شاء الله نادي الزمالك اول لما يستلمها جزء كبير جدا هتروح نداي، وجزء الباقي بقى القواضي والمستحق بتاع اللعيبه نادي الزمالك. غادر ميدو اجتماع بعدها نادي الزمالك على رفض نسبيا مستثمرين في شركة كورة. يا جدعان ولا حاجة برأيي أنا هقول المستثمرين لو أكتر. أنت اسمع مني، أنت الرئيس اللي هيجي هيكون بس ليه دعوة بالحاجات الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني الكرسي والشمسية. يعني إيه؟ يعني مثلا لو نسبة المستثمر 60% مثلا، 60% ديت يعني كبيرة أوي. بيقول لك أصلا رأس المال يتخطى 3 مليار جنيه. حلو أوي، حلو. ونسبة الإدارة بتاع الكورة 40%. انت بقى يكون اللي لك ايه؟ طبعا المستثمر ليه اعلى نسبة اعلى ب 10%، مش 50-50. هتلاقيه بقى هو هيمسك كورة ولا يجيب صفقات ولا يدفع في عقود، هو كل حاجة. انت بقى تكون عامل ازاي؟ انت بس ليك دعوة بالشمسية والكرسي اللي في النادي. يعني انت ليك بس في الشؤون الاجتماعية بس. عشان كده بدو ماشي هو خايف بس، فاهم انت؟ وكده عادي ياسين منصور يخش يشتري الاسهم. بقول لك كمان في مستثمر خليجي، مستثمر خليجي هيشتري بنسبة من 30 ل 35%. انت متخيل؟ مبلغ كبير جدا. انا بالنسبه لي بتساوي 40% احسن يا جدعان، وهو 50% للاداره. عشان انت بقول لك مرتضى منصور راجع وايمن ممدوح عباس هيمسك. لا، في منافسه على الكرسي. احمد جعفر ينتقد الاداره. هو طبيعي بص هو بيقول لي بقى، هو طبيعي معتمد جمال يقعد شهر ونص مستني الاداره ويحل عروضه، يحل عروض في الاخر يمشي كده. اه يا جدعان، احنا اداره فاشله. اداره خ مش عايز اكملها عشان الكباريات طبعا.
بس يا جدعان احنا اداره مؤاخذه في الكلمه، احنا معلقين مع الكلمه اللي وحشه طبعا بالنسبه لكم، بالنسبه لي عادي. اداره احنا معلقين معتمد الجمال كده. اقف اقف كده يا اسطى هناك كده، بص بص انا صاحبك كده اللي انت الصحابه التالتة. اقف يا اسطى هناك كده يا اسطى، اقف. هو واقف هناك مستني. مستني بس اللي هو يجيله. تعالى بس امسك تدريبات، او اعمل يا عم اي حاجه في النادي، ابقى انت شغال زبال. عشان هو راجل طيب وعلى نياته ومش تعمل مشاكل زي المدربين الاجانب اللي هم بيجوا زي نيجي فرق كده وكده يعني. المدرب الاجنبي يا جدعان لو فشل المدرب الاجنبي، انت بسرعه معلش. المدرب الاجنبي لو فشل اسمع مني، احنا هناخد خازوق كبير جدا. ها ها. طبعا عبد الحميد دونج. بوابة الزمالك سوافق لهم أشعر بالتقدير داخل نادي الزمالك. ده هو مش متحضر له تقريبا. مش مهم. ما انت لو انت جديد دوس اشتراك، لو انت عايز تعرف الجديد دوس على جرس التنبيهات واعمل لايك عشان انتشار الفيديو. نكمل الفيديو. الزمالك يعلن تسليم خطاب تخصيص الارض الجديده بين اكتوبر. ايوه نادي الزمالك ان شاء الله في الايام الجايه هتلاقي بيقول لك الحفارات او البلدوزرات، يعني يا جماعه بلدوزر جماعه بلدوزرات طبعا. المهم يعني بيقول لك اللي هو هيبداوا يشتغلوا في الايام الجايه ان شاء الله. الزمالك لن يشارك بطولة افريقيا في حاله واحده طبعا لو محل في القضاء المضاي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كله يتحل. والمرعب اللي جاب لي 5 مع سان داونز يمسك بيراميدز. رولين ميكوينا وجهازه المعاون المكون من 7 مساعدين الى جانب محمد نجد، يعني 7 8 ياخدون غدا الانطلاق فترة اعداد بيراميدز وموسم الجديد. دي خبر بقاله يومين بس انا كنت غايب معلش يا رجاله نورش بس. المهم يعني رولين ميكوينا ولا حكى عليه ده راح الوداد يا جدعان اتطرد. متعرفش يعمل مع بيراميدز، انت متعرفش هيطرد. لا يطرد، مدرب هجوميا بحت. المدرب ده يا جدعان هجوميا بطريقه غبيه. انت فاهم هجوميا؟ يعني بيفتح الخطوط، يعني بيلعب لقدام على طول. هل ده خطر عليا؟ لا. انا اشوف ان بيراميدز كل ما يقوى كل في نظري ما يضعف. كل ما يجيب صفقات انا اخسره، كل ما يجيب مدربين جامدين انا اخسره. اتعادل معايا او جه عليها فتره خسرني. بس انا جبت مدرب سوبر يعني زي بابلو فرانكو مارتن، متماسك دفاعيا واستحواذ اسباني مرعب. انا ادوس على وش المدرب دوت، ادوس على وشه. ايوه كده. برضه رن مكوينه اقول لكم معلومه ان بيراميدز كل ما يقوى برضه نظري اضعف بالسوليه. ده في الاخر، ده خليها في الاخر. مدرب كمل معايا، دوس اشترك وانت جديد لايك. بص بقى خطة جون ادوارد الموسم الجاي. يقول لك هناك تغييرات مش فاهم في شكل الإداري والتنظيمي في فريق كورة في الموسم الجديد، حيث قام جون بتعيين طارق حامد ليكون منسق عام. أقول له حاجة يا جدعان، جون طارق حامد هو اللي خلص في قضية في الجينيسيس، أو هيسابوا معاه، هيجدوله بس هينزل 200,000 دولار. تشكر يا فرجاني انت وطارق الرجاله. وهقول له حاجه يا جدعان، انت اصلا مش كرجاله بس الكادر عندكم هنا مش هيبان. انا شايف انتوا شبانوا. نكمل. بيقول لك يا جدعان فرجاني السمشه ليه؟ فرجاني السمشه بيقول لك كان وقتها اللجنه اللي اداره يعني اللي هي مؤقته. بيقول لك اللي هو يعني ما كانش حد قاعد معاه، هو مشى والعقد مش عارف ايه. هم عرفوا امتى؟ عرفوا قبل ما يسافر بكام يوم. هو كان هيسافر ما كانش هيجدد، خلاص كان ماضي مع الفريق، هو كان هيروح يمضي والعقد كان خلصان يعني مش ببلاش. الراجل ده كان يمشي بزمان يا جدعان، كان يمشي اقل حاجه بالنسبه لي 5 مليون 6 10 مليون، ده اقل حاجه. لعيب جامد جدا. وصفه دائما مع الفريق طارق حامد بقى مع فريق لا يكون مساعدا ويسمح بالتفرغ للامور الاخرى في اداره الكوره من قطاع الناشئين الذي سيشرف عليه. طبعا طارق حامد لعب خط وسط قلب الاسد. قلب الاسد يا جدعان. كان بصوا يا جدعان اقول لكم حاجه، ده انا هيك كده ليه؟ انا هيك كده ليه؟ المهم يعني كان طارق حامد في فريق اساسي مشهور ثلاثيه، اقوى ثلاثيه في افريقيا. خدنا بالثلاثيه تقريبا، خدنا معاهم
كونفدرالية وسوبر مصري وسوبر افريقي. دين امي يا جدعان. امن الله. اشتركوا انت. بص اقول لكم حاجه، اليوتيوب بعت لي احصائيه، واول مره والله بعت لي، اقسم بالله اول مره يبعتها لي. الفيديو اللي فات اللي كان 12 مشاهده، مش عارف بس والله بقى ب 76 مشاهده، وجالي عليه مش عارف لايكين، مش عارف ليه. لايك مني ومن حد تاني، ربنا يرزقه ويخليه طول في عمره. المهم يعني ليه 100% بيتفرجوا مش مشتركين؟ ليه؟ انت بتعمل ايه؟ يعني انت تروح عند الصفحات الكبيره تاخد الاخبار وتشترك، انا عندي متجيش ليه؟ انا بديك اخبار حصريه ببلاش، يعني تشترك. خبر بقى كده، جون ايضا قام بتغريس اساسيات الكليه الحربيه الذي تقام عليه تدريبات الفريق بعد شكوى اللاعبين منه، وقام بتسجيل الملعب الفرعي بالدفاع الجوي عشان الاصابات. عشان الاصابات حيث الامكانيه الافضل بكتير. ليه الدفاع الجوي بتاع بيراميدز يعني فلوس يعني اصابات يا باشا. في التنسيق كليه حربيه مش ملعب قد كده، ملعب مجزع اصلا، غيط قصب على ناس كتير، علي خفاجي شاوت اوت. جدعان مش يعني خبر كويس، خبر جدا مش بص بقى، ده المدير الفني الاجنبي جون رغبته الاولى في بدايه التعاقد مع مدير فني اجنبي متخصص داخل القاره الافريقيه بعد الخبر ده، حيث يكون الهدف القادم هو المنافسة على دوري أبطال أفريقيا. هو آخر إعلان عن اسم مدرب. هي النواحي المادية المطلعة الأسبوع القادم سيكون تم حسم اختيار المدرب الجديد والجهاز المعاون. بيقول لك جدعان إن المدرب دوت جاي ومعاه تلات، معلش معاه بس بتوع هو بص أنا هيجيلكوا برضه، جاي ومعاه تلاتة مين؟ ما اعرفش اساميهم، ما اعرفش ايه قصدهم، بس هو مدرب جاي معاه تلات معاونين، والراتب اتفقوا عليه، وعدد المواسم اتفقوا عليه. يعني وفاضل بس البونص، يعني انت كسبت الدوري يعني راتبك جاي بقى لكذا لكذا، يعني هيرتفع، هتاخد فلوس انت والجهاز. وكمان ايه عندك في واحد تاني مصري غير ابراهيم صلاح، هو الراجل مجتهد طبعا، يروح مع مجتهد يروح مع معتمد. كان معتمد جمال هو المركز الاول او المرشح لتدريب المنتخب الاولمبي، ربنا يوفقه وربنا يكون معاه. رب يعني اي مدرب مصري بيمسك يعني مواليد زي يعني انت فاهمني طبعا. مش عارف ساعات مش بتمشي معاه. الاجنبي زي روي فيتوريا كده، روي فيتوريا مين؟ روجيرو ميكالي البرازيلي هو اللي بيكون يعني ماشي مع المنتخب، بشر الاجانب يعني من الاخر بيكونوا متخصصين في الحاجات دي. اما منتخب مصر يعني عندك اسمه محمود جابر دوت مسك 2008، كان عندها في مصر ما اعرفش كان 2000 كام. تعادلنا 8 مرات ولا خسرنا ماتشين وتعادلنا ماتش، كناش اقوى فريق يعني. مهم كمل خبر. لا خلصناه ان شاء الله. المدرب يوم 20 يا بكره، اقسم بالله مش بكره لا اطلع غلبوس. جون خبر بعد كده، الرابع لجون ادوارد مش عارف خطة الموسم. جون كنت رغبتي الاولى بفترة الاعداد منذ فترة، لكن من اخر انطلاق المعسكر. بقول لك حاجه يا جدعان، المعسكر في مصر بيقول لك في معسكر يبقى مدة كذا لكذا في تركيا. جون كانت رغبته الاولى بدأت فترة منذ فترة الاعداد منذ فترة منذ يعني المهم، لكن مع آخر انطلاق المعسكر رغبته فيكون جميع اللاعبين استلموا مستحقاتهم المالية ما أحداث مع اللاعبين الأجانب وجاري دفع المستحقات للمصريين المصريين خلال الأيام. طبعا احنا مستنيين الفلوس بتاع حساب المجيد. احنا مش حاطة احنا مش حاطة، احنا إدارة ماشي. وفي خبر يعني في عصابة عندنا هنا، في عصابة عندنا كمل. بعد كده معسكر الفريق في الموسم الجديد سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة. تم ثم ماشي يا رجالة بقى. ثم سيتم عمل معسكر خارجي حتى تركز الزمالك أكتر من عرض اختيار سيكون المدير الفني في تركيا. مدير فني هفل، لو شخصيته قوية هيلم الإدارة في تركيا. اللي أعرفه أقرب واحد في تركيا. مش التليفون بس باين أخبار سرية مينفعش تطلع غير لكم انتوا بس، حط اشتراك. معسكر الفريق في الموسم الجديد هيكون في العاصمة الإدارية
جون قام بقيد كل اللاعبين الموجودين. والله يا جدعان خلي بالك هيتعود، خلي بالك كده، دوس لايك والله بتعب عشانك. موجودين في الزمالك في القائمة الأولى، لكنها يريد تسويق بعض اللاعبين اللي ملهمش مكان، يعني ملهمش لازمة، يعني شحاتين في فريق، وده يتم خلال الأيام المقبلة. يعني من الآخر كده، اللي ملهمش لازمة عندنا امشي، امشي ملكش لازمة. كان ناقص أنا يلا. جون قال بإقالة الجهاز الطبي الأجنبي بره بالمرة بعد شكوى عدد من اللاعبين منه الجانب أحسن الجهاز الطبي الجديد بسعادة طارق حامد، وده واحد دكتور شاطر. طبعا عاجلا ورسميا، في خبر طبعا ان طارق حامد بيبحث عن مدرب، واحنا اداره فاشله يا جماعه، بالله بنمشي ناس كويسه. هقول لكم حاجه، حلوه. بدل من اللاعبين، بس الخبر بقى كده، بدل ما اللاعبين كانت بتعالج بره، كانت بتروح عند محمد اسامه اللي كان مدرب ناس، كان في الطاقم الطبي في الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك. بيروح تعجن عنده، تعجلين عجلني، تروح تعالج عنده. ليه؟ انت عندك جايب اجنبي اسباني بتاخد بالدولار، كمان بياخدهمش وبيعالجش كويس، والمصري عندك روح يتعالجوا عنده. طب ده وين يرضي ده؟ بس تعمل كده شغال غلط، لعبتك من نفسها بتروح. ايه ترجعوا يا جدعان؟ الزمالك واصل العمل والبحث عن تشكيل مجلس شركة الكورة، والاسم الأقرب في مجلس الإدارة في الشركة هو هاني بيرزي. طبعا هاني بيرزي طبعا هو باشا رجالة سامي. يلا نبدأ الفيديو من أول وجديد. معلش بس كان في خطأ فني في الجرس فرن لوحده. يلا نبدأ من أول وجديد. يلا. اليوم السابع بيقول لك الأهلي يبدأ إجراءات تجديد العقد إمام عاشور بعد عودته من أمريكا. طبعا إمام عاشور طلع تصريح وقال لك أنا لو أي عرض جالي أجنبي من بره مش هاخد رأيي، أنا مش دعوة. أنا هاخد رأي النادي احتراما، لأنه كنت خد رأينا الأول تمشي وتقعد قاعد في مجاعة. أما الله يكون اشتراك والله، تقول لك حاجات حلوة هنا. شركة الكورة 60، بص لي 60% مستثمرين، والإدارة الكورة 40%، والنسبة اللي في واحد خليجي هياخد كام بقى؟ هياخد 30%. دي اللي قلت لك عليها. مجلس إدارة نادي الزمالك متكتمة لأعلى درجة على المستثمر دول جدا، يعني بقول لك هيخش بقلب، وش بوكس جامد كده هوب. صفقة ينضم محمد صلاح لبشكتاش في طريقه إلى النجاح، وينطبق سوى بعض النقط اللي تمام الصفقة واجتماع حسم بين الطرفين اليوم الساعة 7 مساء. يعني قول كده محمد صلاح المو بشكتاش تركي، وردي بليز بني احمد سانتا. بيقول لك اللي هو هيروح بشكتاش عادي يا باشا. بيقول لك هيثم حسن هيروح ليفربول. الله. بص 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 ركز معايا دي، فلوس داخله. الزمالك يعني يفتح 28 فرع أكاديميات كرة القدم في مصر، وافتتاح 7 فروع في جديدة في السعودية، إطلاق موسم مقبل واقع 4 فرعات في مدينة المنورة، بجانب توسع في الإمارات. بيقولك 4 في الإمارات. خش. طبعا يقول لك محكمة التحكيم الرياضية ترفض استئناف الزمالك وتؤيد رسميا قرار فيفا بلازم النادي بدفع الغرامات المالية ضخمة تبلغ $1,100,000 لصلاح نادي ايكس السويدي اللي هو الملك الأصلي عمر فرج، واحنا ما دفعناش فلوس. طبعا احنا إدارة فاشلة، مش غير كده. أقول له حاجة كمان، هيمشوا ويسيبوا الإدارة قضايا كتير جدا وراهم عشان اللي يجي يفشل. شوف ديت، يجي يفشل وما يعرفش يحلهم ويمشي ويجي، لا هيجيلي كوما وقتها. بص بقى، اكاديميات نادي الزمالك هتطلع من اول بدايه الموسم الجاي دوت، يعني مثلا اول شهر 9 هتطلع كام؟ نادي الزمالك هتطلع 93 مليون جنيه كل شهر.
خلي بالك عشان في السعوديه، ده لسه كمان في الامارات والبحرين. ده مبلغ 100، قول 100، 105، 125 مليون جنيه، بكتير قوي. يعني اكتر من 2 مليون دولار توفر الرواتب بالراحه جدا. متجددين يعني ممكن تزيد كل شويه. مم، طبعا الفلوس هتخش شركه الكوره، بعدها تروح على الزمالك عشان يصرفوا على الكوره. بص بقى، بص، 4 لاعبين تحط قيمه التسويق مش البيع. البيع دوت انت مش عايزه، يا هو ما بيعرفش يلعب ولا معفن، مش ملوش لازمه في النادي. ده التسويق اللي هو ليه ليه فيها. ده عندنا في مصر هنا حته بلدي ما بتلاقيش عند اي حد. رقم واحد سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر جايله من سموحه، جايله مش عارف من مين. ما تأمنش يا ابني والله ان شكلك يعني ما فيش خالص طري. تاني احمد محمود. احمد ماشي ليه؟ حليه ببداية المستقبل ومثبت في الحاضر. ده احنا ماشيين يا سيد عبد الله نيمار عشان نجيب مين؟ تجيب احمد ربيع. أح... معلش اللفظ ده، احمد ربيع ليه؟ ده يلعب مكانه، خلي بالك والله يلعب مكانه، واحسن منه وامهر منه بقى، يطلع بالكوره ومهاري جوكر. ومين عايز نادي زد يراقب احمد محمود. 3 نادي سموحة. نادي زد فتح خط اتصال مع حسام أشرف. حسام أشرف دوت اللي هو بيروح يلعب في كل أندية مصر، كويس، جه عندنا يخيش. والله ما أعرف أنت إيه قصتك، والله يروح هناك حصل يروح الأهلي. يا أنت فاهم بقى. محمد صبحي ده أول خبر قلته في قناة، هيمشي خلاص. بقول لك زد عايزه. أيوه عايزه. والزمالك أصلا عايز يبيعه، يعني حطه كده. بص بقى، راتب حسام عبد المجيد. راتب حسام عبد المجيد مع نادي البلغاري 350 ألف دولار شهريا. زائد كمان الراتب السابق بتاع لما كان في نادي الزمالك، كان 3 ونص، 3 مليون و500 ألف جنيه، مش دولار، 500 ألف جنيه. 3 مليون ونص مليون جنيه. زي كمان اللي هو مع الضرايب يعني بتوصل كمان ل 2 مليون، مليون و500 مليون جنيه. ده إجمالي بالكتير أوي، بأقل حاجة. يا دين أمي، يعني قول كده 20 مليون جنيه من البونص. هي 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 هي. ثانية كده. وكمان ايه الدكتور، مين الدكتور الأقرب اللي بص، الأقرب الدكتور طارق أبو العلا هو الأفضل. هو الأفضل دكتور ملاعب رياضية، من أفضل الدكاترة حاليا في مصر كملاعب رياضية. بص ثانية بس الأخبار بس كده، صور أخبار بالليل إن شاء الله. رسميا الأهلي خلص صفقة سفيان من جديدة. مش عارف هي جديدة ولا قديمة، اعمل لايك. من جديدة، كان بيلعب المغربي الفارسي المغربي، المغرب الفاسي. هو كان بيدربهم مين؟ بابلو فرانكو مارتن. هو كان أبرز لاعبي بابلو فرانكو مارتن، وكان بيعتز بيهم جدا. وكان يعني بيقول في التصريحات كويس جدا. والأهلي صفقة كويسة جدا وممتازة، ونقلق متخاف. بس انا خايف الاهلي من بيراميدز، وخايف على الزمالك بالاهلي، وخايف على بيراميدز من الزمالك. يعني انت شايف بيخش في ايه؟ بيقول لك كمان ايه في الكاف، بيقول لك تأجيل حسم في الملف ازاي تعدل الانديه المشاركه في البطولات الكاف الاسبوع المقبل. يعني ان شاء الله من اول في الاسبوع المقبل، من اول يقولوا يوم السبت هيحصل او حد كتير قوي يعني، هيحصل اجتماع اللي هو يقولوا الاهلي يشارك، وفي كمان اتحادات افريقيه عشان انت عايز تزود وكده يعني. كمان على صفحة النادي الأهلي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عموما، بيقول لك في زيزو، بيقول لك طريقنا واحد، هدفنا واحد، إن زيزو هيكمل مع النادي الأهلي. بص، وممكن عادي نص الموسم يمشي. بص بقى، إحنا عندنا عصابة، أكبر عصابة، وأقسم بالله عصابة. بيقولوا على إدارة الأهلي عصابة، دي إدارة الأهلي جوه. جابها لك حط. لو أنت لسه ما عملتش لايك حط لايك، لسه ما عملتش اشتراك خش اشتراك عشان تتضم ل 57 مشترك. إن شاء الله يوصلوا 1000 و100 ألف إن شاء الله في المستقبل، يا رب يا مين. بيقول لك المجلس، بيقول لك ايه، اعضاء المجلس ضد الزمالك يطالبون بالحصول على قيمه تبرعاتهم السابقه كاسهم في شركه الكوره. يعني هم عايزين، يعني اول لما جم ممدوح عباس
حسين لبيب، هاني بيرزي، حسين سمير، حسين السيد، كله اللي اتبرع عايزين فلوسهم ليه عشان يحطوهم اسهم. والله احنا مربيين عصابه، احنا عصابه اصلا لوحدنا. يعني انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت يعني عشان اما يمشي خلاص احنا نهبنا كل ثروات النادي، نهبناها ونسيب مشاكل. اللي يجي يمشي. لا يا خراب يا جدعان على السن ده سيناريو مكتوب. بص بقى بابلو فرانكو مارتين، هو الاسباني بابلو فرانكو مارتين. بص بقى شرح تكتيكي مش هتلاقي عند اي حد غير عند عندي بس. بص لك بابلو فرانكو مارتين يلعب بطريقة 4-3-1. الطريقة تعتمد على التحول من الهجوم إلى الدفاع، يعني تقدر تقول إن شبه كارتيرون بس بيلعب كورة قصيرة على الكونتر أتاك. مميزين نقطة القوة تنظيم دفاع قوي، يركز بشكل كبير على غلق المساحات وبناء المنظومة الدفاعية، يصعب باختراق الواقعية التكتيكية، بيفضل الألعاب بطريقة الضم والفوز وتحويل النقاط على حسب تقديم الاستعراض الكروي العالي. قد يمنح الفرص اللاعبين على بناء الجاهزية الجاهزية والإعطاء في التدريبات المباريات المختلفة الأكاديمية، ويمتلك رخصة الويفا برو أو رخصة أوروبية وخبرات جيدة مع خلاف أندية عريقة مثل ريال مدريد. السلبيات نقط ضعف التحفظ الهجومي، أسلوب الدفاع قد يجعل فريقه يعاني في وقت تطالب استحواذ واستعادة الفرص. هجوم كالسبب بداية المتعثرة يحتاج أوقات طويلة تطبيق أفكار تكتيكية كي يسبب تذبذبات في النتائج الفريق في البداية. توالي مهم كل الصبر. الجماهير أحيانا تقلد أسلوبها حذر خاص إذا كان الفريق مطالبا باللعب الهجومي مفتوح مفتاح. كان المدرب الأسباني برونو كومارتي لعب 30 مباراة، حقق الفوز 16 مباراة وتعادل 11 مباراة، خسر 3. الدوري المغربي ماشي. الدوري ده ما جاش أنا هجيلي جلطة في قلبي. خلال هذه المباريات استقبل الشباك وفريقه 14 هدف فقط. إن بقى شايف إن الزمالك محتاج مدرب. بص أنا بتكلم أهو. إن بقى أنا شايف الزمالك محتاج مدرب ملوك استحواذ، ما يلعبش على أرض الدفاع وتحفظ كونتر أتاك، لأن الزمالك فرقة هتنزل هتدافع قصاد مع الأهلي. بيراميدز محتاجين مدرب هجوم بحت بتاع استحواذ، مش على أرض الدفاع اللي زي جوميز. وده رأيي الشخصي طبعا يعني. كده أنا وكده انتهت حلقتنا النهاردة. ولا تنسى اللايك والاشتراك ونسخ الرابط صور الفيديو بس متبقاش بيلو كل جديد. كان معاكم سيف محمد صبري النسر. استنى كل جديد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلام. وما تعيد.